السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحليل مباراة أرسنال وريال مدريد. ريال مدريد بالأربعة 3 كخطة لعب، ككتلة دفاعية منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة. كان يعتمد على 4-4-2 بنزول بيلينغهام لليسار، دخول رودريغو، مبابي وفيني في الأمام. في مرحلة البناء أنشيلوتي دائما ما يفتح عرض الملعب ويدير يعمل الزيادة العددية في مرحلة البناء بتواجد 4 مدافعين واثنين وسط ميدان اللي هما كامافينغا ومودريتش، زائد الحارس. بيلينغهام يقف هنا كرقم 10، فيني يفتح الملعب على اليسار، مبابي كمحطة، وعندنا رودريغو في اليمين. أرسنال أرتيتا بال4-3-3، أوديغارد، رايس وتوماس بارتي ككتلة دفاعية منخفضة. كان يدافع بال4-4-2 هو كذلك، ولكن مع دخول أوديغارد وميرينو ككتلة دفاعية متقدمة. أرسنال كان يضغط على رودريغو بأوديغارد، وميرينو يضغط على أسينخيو. هنا عندنا مارتينيلي، ساكا، تقدم توماس بارتي وديكلان رايس مع رباعي خط خط الدفاع. أرتيتا في مرحلة البناء من الخلف يعمل فتح للملعب، يعمل ارتفاع أول، ارتفاع ثاني، ارتفاع ثالث بنزول ميرينو، أوديغارد وديكلان رايس، ويفتح عرض الملعب بساكا ومارتينيلي. ضغط ريال مدريد كما قلنا بال4-4-2 لم يكن شرس ليوقف أرسنال من الخروج بالكرة. بعد خروج أرسنال كما نقولوا بسهولة من منطقته، تراجع ريال مدريد بالتمركز بال4-4-2. أرتيتا يدخل لويس سكيلي ليصبح محور مزدوج مع توماس بارتي ليشكلوا 3-2-3-2 أو 3-2-5. ساكا كان يدافع عليه ألابا 1 ضد 1، كان دائما ما يتفوق. الشوط الأول شفنا أنه أرتيتا ما غامرش. ألابا ساكا لما يراوغ ألابا أو يراوغ بيلينغهام يعمل فتحة، ميرينو يجي القائم التالي. هذا المكان كان فارغ. توماس بارتي، أوديغارد هنا دائما ما ينشط مع ساكا، وديكلان رايس ما يدخلش، وبارتي ما يدخلش، مع تحفظ من أرتيتا خوفا من المرتدات السريعة لريال مدريد. قلنا أن أنشيلوتي كان يدافع ب2 ضد 1 على ساكا. أوديغارد لما ينزل أنصاف المساحات كامافينغا هو من يراقبه. هنا ميرينو، توماس بارتي يتقدم. الشوط الثاني لما تقدم ديكلان رايس لأنصاف المساحات، خلق مشكل لفريق ريال مدريد. وأكبر دليل الهدف الثالث أنه الحارس، شوفوا تمركز الحارس وكيف كسر الخط الأول. هنا تيرني مع صليبة كونوا لنا هذا الثلاثي. فتح عرض الملعب منا بتيمبر، سكيلي دخل مع توماس بارتي، جانا هنا ديكلان رايس، هنا ميرينو كنا نقولوا انه راه ينزل، اوديغارد، ودائما فتح عرض الملعب. هنا خرج نورمالمون ساكا، خرج مارتيني اللي جا هنا، وهنا تحول تروسار تاعنا فولفيردي نورمالمون تاني ولا في الوسط. هذا الرسم التكتيكي للهدف الثالث لأرسنال. بعد ما تلعبت الكرة من رايا توماس بارتي ضغط عليه فولفيردي لعبها مع ميرينو. كانت عنده مسار للتمرير لكن ما يبغيش يخرج في لي كوتي ومن بعد يدخل للعمق. لا، هو يدخل للعمق. علاه يدخل للعمق؟ توماس بارتي
لما مرر الميرينو جا تاعنا رودريغو باش يضغط حرر هذه المساحه. ارتيتا به يخلق هنا لو 2 كونتر 1. تلعبت هنا ديكلان رايس تقدم، داروا 2 ضد 1 هو وتروسارت على فاسكيز. نورمالمون فاسكيز هو اللي كان يلعب في الهدف الثالث. لي ديفونسور هما مارتينيلي دار الزياده العدديه، الابا اوديغارد مركز هنا، ميرينو كان هنا عاود خرج ضرب لابال. مالغري لو ريبلي ديفونسيف تاع فريق مدريد، الا انه رايس دار لاباس ودخل دار الزياده العدديه. لويس سكيلي هو اللي دار تمريره ميرينو ضربها دخلت، وعوده ولا روطار شويه بيلينغهام في الهدف الثالث لارسنال.